الكبيرة والشرب وأيا كان نوع المكنة، تخليها تشد كل الحبر اللي موجود فيها. وبعد كده بتملى علبة الحبر بتاعتك بعد ما طبعا بتنفخها من أي حبر قديم، وبتقفلها كويس. وتقوم أول ما تديك أدنج تونر إن هي عايزة علبة الحبر خلاص، تبدأ إن أنت تحط لها علبة الحبر بتاعتها بالحبر الجديد. تمام، بعد ما تتأكد إن هي خلصت من الحبر كله، وتبدأ إن أنت تشغلها، هتطلع معاك الصورة كويسة. إنما أنت لو علبة الحبر فيها شوية حبر صغيرين كده، قمت أنت جيت حطيت عليها حبر من نوع تاني، لو حتى الحبر اللي أنت حاطه دوت نضيف أنضف من اللي فيها، برضك هيعمل معاك أرضية سودا في الصورة. هتبص تلاقي الصورة طالعة فيها أرضية سودا، وبيبقى منظرها سيء جدا. وطبعا هتحتاج لمهندس صيانه او فني مكن تصوير بحيث ان هو يجي ويفك لك التانك وينضفه لك، وهتخسر حبر وطبعا وهتخسر حاجات في المكنه. فاوعك تقع في الخطأ دوت. وعايزك تعمل اشتراك في القناه وتصلي على النبي ولك للفيديو. وان شاء الله لو عوزت اي حاجه تكتب لي في التعليقات، انا مثلا عندي عطل كذا او عندي مشكله في الصوره كذا